3 حاجات هيخلوك تقفل انجليزي ثانوية عامة. اول حاجة نحفظ الكلمات كويس جدا، وطريقة الحفظ انك تجيب ورقة وقلم وتكرر الكلام كذا مرة، وبعد ما تخلص الحفظ بتقفل الكتاب وتسمع لنفسك. والكلمات بيتعاد عليها مرتين، مرة اول ما نرجع من الدرس وده بيكون اساسي، ومرة قبل ما نروح الدرس وبرضه ده بيكون اساسي. فأهم حاجة انك تحفظ كلمات المنهج بشكل كويس، وحاول تحط الكلمات في جمل. يعني عندي مثلا كلمة drink، عايزة احطها في جملة اقول she drank coffee in the morning. وحاول كمان تربط الكلمات بقصص. حاول تسمع نطق الكلمة كويس قبل ما تحفظها، وتحفظ الكلمات في نفس اليوم اللي انت اخدته فيه، ومش تخلي اي حاجة متراكمة عليك. بالنسبة للكلمات اللي مش بتثبت، حاول تكررها وتحطها في ستيكي نوتس قدامك على المكتب، وكمان علشان تشوفها دايما وتتذكر الكلمة. ولازم تفهم الجرامر كويس، وامتحان ثانوية عامة بيعتمد على الفهم، ولازم تكون فاهم القواعد كويس جدا وتشرحها لنفسك. بالنسبة بقى للشرح، دي اكتر حاجة بتعرفك انك فاهم، وحاول تلخص القواعد وتخليها بشكل مبسط. وتالت حاجة تحل تدريبات كتير، وخلي المستر يصحح لك او تصحح لنفسك، وكمان تحل امتحانات السنين السابقة ودي هتخليك تغلط اقل. وبس كده.